السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده بقى كده جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد. بصي، هيخليكي كده تقومي من مكانك، يعني تمسكي الشقه كده تاكليها. هنغسل بقى سجاد وهننضف الحيطان والشبابيك. كملي بس كده معايا الفيديو للاخر، وانا واثقه ومتاكده ان انت هتتشجعي باذن الله كده وتقومي يعني تشتغلي على طول. بصوا يا بنات، انا هنا عندي عندي السجاد بتاع الشقه، يعني مش متبهدل قوي. هي بس الحافظه دي اللي كانت محتاجه غسيل. تمام. وفي سجاد برضو عندي مبروم كده ومتشال من يوم ما جبته، يعني من المغسله ما اتفرش. فهنا انا قلت ايه، هغسل الحافظه. هي بصوا مش الحافظه اللي بتتحط في الغساله، لا دي اللي هي الاتقل شويه، اللي هي اسمها بديل السجاد. تمام. فعايزه اقول لكم خدوا بالكم بس من طريقه غسيلها، عشان ايه؟ يعني انا شفت كذا حد كده مبوظ الحافظات بتاعته من الغسيل بالفرش اللي هي الناشفه قوي دي، عارفينها؟ فهو يا اما يتغسل كده بمقشه تكون ناعمه شويه، او الفرشه اللي هي السيليكون دي لو انتوا عارفينها يعني. وبرده في ناس بتنضفه كده لو هو محتاج تنظيفه خفيفه يعني. عارفين السفنجه اللي هي بتاعه المواعين دي؟ بس اللي هي ما فيهاش بقى الحتت السلك، لا اللي هي بتبقى سفنجة بس. انا هنا عندي بقى جبت كده ايه جردل المية، كان نفسي ادلق بقى يعني اشغل خرطوم وكده، بس خفت بصراحة عشان الخشب وكده. يعني بعمل كده بحرص شوية عشان برضو انتوا شايفين اهو قدامكم البوفيه والجنبه النيش. فكنت بملى كده جراد المية واحط وادعك على طول بالمقشة. تمام. بصوا هنا برضو دول عندي دول 3 مشايات. بحط واحدة منهم قدام باب الحمام اللي هي الغامقة دي، يعني عشان تستحمل وكده، والصغيرة التانية دي بتاعة المطبخ. والتانية اللي في النص دي بحطها كده، يعني الحتة اللي جنب باب الشقة، عشان اللي داخل واللي خارج بس ايه يعني ينضف رجله فيها او كده. هنا بقى ايه، انا في الحافظة خدوا بالكم ما كنتش حاطة كلور ولا كلوريكس او كده. كنت حاطه اللي هو الباهي ده، وكنت حاطه كمان جنرال. تمام. هنا بقى عادي براحتي بقى احط كلوريكس عادي اي حاجه. المهم بس خدوا بالكم من الحافظه عشان لونها ما يبقاش بهتان كده والالوان تروح منها يعني وما تبقاش مزهزهه. بصوا بقى هنا ايه، الاول عملت بالمقش عادي. هنا بقى ايه خلاص، دول هيستحملوا يعني الدعك بالفرشه الخشنه او كده، لان دول برضو يعني تقال شويه كده زي السجاد. بس عايزاكي بقى تكملي معايا الفيديو للاخر، عشان بصي هيشجعك وما تخرجيش منه كده الا لما تكمليه للاخر وتحطي لي لايك، اهم حاجه، وتكتبي لي كومنت كده تقولي لي الفيديو حلو وشجعك ولا لا. هنعمل حاجات كتير قوي مع بعض. بصوا عايزه اقول لكم، انا بادئه في الروتين ده من الساعه 12 بالليل تقريبا، عشان الجو كان حر. ف يعني قلت استنى كده لما الشمس تروح بقى اخر النهار بالليل خالص ابقى اعمل. بس فبادئه فيه الساعه 12 بالليل، عايزه اقول لكم مخلصه 9 الصبح. انا بالنسبه لي يعني ده احسن وقت بعرف اعمل فيه حاجات، عشان زين بيكون نام وكده. بس يا بنات خلصت بقى كده ايه المشايات والحوزه. عايزه اقول لكم انا كنت بشطفها يعني في الحمام، عشان برضو مرميش ميه كتير وكده واتعب في لمها. بس هنا بقى كنت خلصت وخدتهم على الحمام واتشطفوا، واستنيت بقى لما اتصفوا ونشرتهم. وكمان غسلت بقية السجاد بقى اللي هو بتاع اوضه النوم واوضه الاطفال، هما مشيات برضو غسلتهم كده ايه غسيل على الناشف. هتشوفوهم بعد شوية لما النهار طلع يعني ونشرتهم وكده. بصوا بقى هنا ايه، بما ان بقى الدنيا تحت كده قدامي فاضية، والكراسي بتاعت السفرة وكل الحاجات الزحمة دي فوق في الحتة اللي فوق دي، فقلت يلا بالمرة بقى طالما المكان ده فاضي عشان ما نزلش الكراسي تاني، آه، ازعف بقى الحيطان وكده. لو هصبن حيطة او هغسل شباك او حاجة، الدنيا سهلة كده قدامي وايه والمكان فاضي يعني. بس الاول عملت كده الزعافة، وعملت الحتة اللي هي زي البرقع اللي اسمها سجق دي بتاعت الستاير. والشباك برضو عملته كده بالفرشة اللي هي زي المقشة دي. بصوا جميلة، هفضل كده كل فيديو اقول لكم عليها. هنا كمان الحتة دي كده فوق الشاشة برضو خدتها في طريقي بالمرة، عشان انا كده هبقى يعني خلصت الجزء اللي تحت ده. دي التنظيفات العميقة يعني اللي انا هعملها، والنص اللي فوق بقى بتاع الانتريه هبقى اعمله يوم تاني. بس هنا بقى الشباك ده كان مطرب قوي يعني. فساعات بعمله بفوطة كده مبلولة باريال او حاجة، وساعات ايه يعني كل فين وفين كده لما احس ان هو محتاج ب... بملى مية بقى باريال وكلور وكده، فاهمين؟
بس وبصراحة الدنيا كانت فاضية قدامي يعني، فمشجعني بقى ان انا ايه ارمي مية كده وبلبط بقى وايه وانا بحب برضو لما اكون بنضف يعني بحب اشوف مية كده قدامي، بحس ان انا نضفت. بس مسكت الشباك بقى كده غسلته غسلة محترمة باريال بقى وكلور واللي هو جنرال ده برضو حلو بينضف قوي عايزة اقول لكم، وريحته كمان حلوة قوي. بس وهنا بقى بليفة اللي هي بتاعت المواعين الخشنة دي. بعد ما خلصت بقى بعد ما رميت يعني المية بالصابون ودعكته كده، خلاص بقى انا بشطف كده بايه شوية مية، وهفتحه بقى اسيبه ايه يتصفى كده على مهله وينزل المية بتاعته دي. هنا بقى عشان بس خفت يكون في حد قاعد تحت او واقف يعني في الشارع، يعني خفت ارمي مية بصراحة يعني حرام وكده. فمسحتها كده بايه بالفوطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بصوا عايزه اقول لكم حاطه كل ادواتي بقى حواليا، ويعني شغاله بقى ايه بالليل كده في روقان والدنيا هدوء مع نفسي بقى والعيال نايمين. خلصت بقى هنا خلاص ورحت زقه السفره. هنا بقى ايه كنت عايزه انضف الكراسي نفسها، القماش بتاع القعده يعني دي اللي بنقعد عليها كان مبقع شويه. بصوا انا كنت متردده شويه ان انا اعمله عشان ايه يعني خايفة ان انا لما اجي ازعق في الجزء اللي فوق بقى وكده يتملوا تراب تاني. بس فقلت خلاص هبقى الحيطة بقى اللي فوق هبقى صبنا كده بالموب اللي هي هوريها لكم في الفيديو اللي جاي، اللي هي شبه الشرشوبة دي. هي حلوة ببلها مية كده وبعمل الحيطة ما يعني مش بتخلي التراب بقى ينتشر في الشقة وكده فاهمين. فقلت خلاص بالمرة بقى كده هعمل القماش بتاع الكراسي السفرة دي. الورد اللي فيها ده بيكون القماشة بتاعته قطيفة، فبحس ان هو بيلم تراب كده وشكله بيبقى مش حلو. بس فجبت مية برضو فيها الجنرال ده. عايزة اقول لكم ريحته حلوة قوي وبجد بينضف، وهو مكتوب عليه يعني ان هو بيشيل البقع. فعملت كده بيه وفعلا لقيته نضف يعني. بس اديتهم كام دعكة كده، خدتهم كده 3 في 3 وخلصتهم على طول. هنا بقى دي فوطة هي جديدة غير التانية خالص، عشان بس التانية مطرحة تراب او كده. فقلت بشطفها يعني بالمية يعني كأني بشطف الكرسي كده فاهمين، عشان بس ما يبقاش يعني مجير من الاريال او كده. بس فضلت بقى اشطف فيها وامسح القماش. هي دي احسن طريقة لتنظيف اي حاجة على الناشف. بس خلصت بقى كده هنا والكراسي كانت فيها سن التراب كده، فقلت ايه اديها تلميعه بالمره. عايزه اقول لكم كل ده يعني مثلا يا ريتني انا كده خلاص بخلص وهفرش، لا لسه في حاجات تاني. وكل ده عايزه اقول لكم الخشب بالذات يعني بعيد عليه مره واتنين، وبعد لما بفرش كمان خالص في الاخر بمسك خشب الشقه كله بقى بلمعه بالبليدج بقى او اللي هو كلين ده بتاع مايوي. اخر حاجه خالص بقى بعد ما بفرش سجاد وستاير وكله، بحس الشقة كده بدأت يعني كل حاجة فيها تلمع في الآخر لما بخلص. بس هنا بقى خلصت اهو دول ال3 اللي خلصتهم، وال3 التانيين بقى عملتهم مع نفسي. بصوا هنا بقى يا بنات اهم دول السجاد اللي انا قلتلكوا عليهم، دول اللي غسلتهم على الناشف. بصوا عايزه اقول لكم نطفوا وبقوا يعني فله كده، ما كانوش متوسخين. بس الغسل كده على الناشف ده خلى كل الشعر اللي فيها لو فيها شعر بقى او وبر او فتل او كده كل ده كان طلع. هنا بقى كمان دخلت على اوضه النوم، كان خلاص بقى النهار طلع وكده. آه لما كنت واخده بقى منها السجاد بالليل وغسلته، الارض كانت متطربه شويه، فقلت اخدها كده تلميعه واظبط السرير كده عشان بس لما اخلص يعني ادخل انام بقى وهي الاوضه كده ايه نضيفه. كمان عايزه اقول لكم بعد ما خلصت دخلت كمان عملت الغدا، قلت عشان انام بقى براحتي ويعني اصحى من النوم كده ايه على رواقه يا دوبك بس اسوي الاكل على طول. بصوا شايفين عدلت بقى السرير وظبطت الدنيا كده والارض نطفت اهي وكله تمام. مش فاضل بس غير ان انا ادخل بقى ايه استريح شويه. عايزه اقول لكم تعبت تعب اليوم ده يعني من بالليل للصبح، بس الحمد لله انجزت حاجات كتير. هنا بقى كنت جايبه محشي قبل الفرح بيومين اللي انا كنت رايحاه، فقلت خلاص بقى كفايه كده عليه يعني لو من كده هيدبل. فقلت يلا بالمره بقى كده ايه شغل بشغل بقى. انا كان عندي كنت محضره الخلطه بتاعته،
وكان فاضل بس ان انا هقوره وهحشيه على طول. فقلت احضره بقى كده اسهل على نفسي، يعني فاهمين؟ يا دوبك كده هحشي وهنام، وبعد لما اصحى بقى يعني يبقى الاكل بس على السوا. كمان كنت طلعت فراخ برضو من بالليل من وانا بغسل السجاد وكده. قلت عبال ما النهار يطلع كده تكون ايه يعني فكت وكده، واعرف اغسلها واسلقها. بس رحنا الفرح بقى شفته وانبسطنا ورقصنا وعملنا كل حاجة. رجعنا بقى للشغل تاني اهو. عايزاكي بقى لو وصلتي في الفيديو لحد هنا وتشجعتي كده وعجبك يعني وخدتي منه شوية نشاط، تحطي لي لايك كده حلو زيك وتكتبي لي كومنت. الكومنت بيشجعني حبايب قلبي ان انا اصور وانزل لكم فيديوهات من اللي انتوا بتحبوها دي. واللايك برضو يعني بيخلي الفيديو كده اليوتيوب يقترحه، ويعني ناس كتير تشوفه. تمام. بس هنا برضو كنت عاملة الفلفل كده وانا واقفة على الحوض على طول. خلصت بقى كده ورحت مظبطاه ورصيته كده رصة حلوة، عشان ايه يعني يفتح نفسي كده. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ بس خدت حاجتي بقى وقعدت قورته مع نفسي. كنت عايزه اقول لكم كنت خلاص. وهنا بقى كنت حشيته وسلقت الفراخ زي ما قلت لكم. كان نفسي اكمل الفيديو معاكم بس كنت خلاص بقى تعبت وعايزه انام. بس يا بنات ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم كده وتشجعتوا منه واكون خفيفه على قلوبكم كده. متنسوش بقى اللايك والاشتراك عندي لو اول مره بتشوفوني، والكومنت بتاعكم الحلو. اشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي، ويلا مع الف سلامه.